السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس واختاروا الكل عشان يوصل لكم كل ما هو جديد. وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب. صباح الهنا، صباح النور، صباح السعادة على القلوب الطاهرة النضيفة ماشي. واخدين بالكم من النضيفة دي، انما القلوب الخبيثة دي ربنا يبعدنا عنها. ربنا يجنبكم يا رب ويجنبنا الناس اللي هي قلوبها وحشة والناس اللي قلوبها خبيثة. ربنا يبعدها عننا وعنكم، عن الناس النضيفة. كنت بطلع كيس لبن بقر مع كيس لبن جاموس من الفريزر، ولقيتهم عاملين كده. قلنا انا والله امبارح ما كنتش قادرة، ما عملتش اي حاجة. واول امبارح زي ما انتوا عارفين كنت بطلع العدس والكشري عشان اعمل. رحت المشوار مع بروجي، جيت عملنا كمين لبروجي، والله ربنا اللي عمل. وجي من قلب من جنب المحل الكشري، قلت له يلا يا باشا زود نشتري. وامبارح كنت في السوق، وبصراحة كنت انا رايحة تعبانة، مكنتش عاوزة اروح، بس العيال كانوا طالبين شوية فاكهة والجو حر بقى وبطيخ يا ماما ومش عارفه ايه والعيال اشتغل. قلت ايه، اتوصبي على نفسك وتوكلي على الله، ربنا المستعان ولوحده. وجبت وانا جايه جبت فطار، كترت في الفطار والعيش. قلت له بقول لكم ايه، انا تعبانه مش هقدر اعمل اي حاجه. فامبارح بصراحه قضيناها فول طعميه جبن حلاوه. عملت لهم ريتاج، كانت طالبه تسقيه اللي هو العيش على اللبن وبنحط له سكر. عملت لهم كده. هروق مطبخ الاول وطلعت السمك بقى عشان انضفه، كنت جايباه من السوق يوم الجمعه اللي فات، النهارده الاربعاء. البوتاجاز بيقول لكم والله ما عملت عليا حاجه بقالها يومين. ابروشي هو اللي سخن العيش النهارده. كنت انا نايمه تعبانه، هو بيصحى بدري وسخن له رغيفين كده. دي بقى ايه، كوبايات. امبارح كنت عامله لهم شاي بلبن وشاي، قلت لهم اللي عاوز يغمس كده ماشي مغمسي كده. وهنا بقى الحلة، كنا مقطعين البطيخة على الصينية ديت ولمتها في الحلة دي وحطيتها في التلاجة عشان المكان، مرضتش احطها في محشرة. وطبق الطعمية والحاجة فوق اهيت، اي حاجة مزيدة بحطها كده فوق او في مكان. يلا بينا نروق الكركبة بتاعتنا. ربنا يشفيني ويشفي كل مريض يا رب. ربنا يحفظ اخواتنا في فلسطين، ودعوة حلوة منكم لينا. وربنا يجعل صباحكم كل هنا. الناس اللي بتقول رغي ومش رغي، احنا بنحب نسليكوا كده على الصبح. ويا رب اي حد يقول اي كلمة وحشة تقعد له، واللي يقول كلمة حلوة تقعد له برضه. فما دودين تدان، ربنا اللي قال مش احنا. يلا بينا نروق كركبتنا ديت، وربنا يعيني يا رب. لان انا واخده حبوب مسكنه بصراحه. اول ما هتعب الله المستعان. يلا بينا نروق الحاجة عشان نعمل حاجتنا بسرعة قبل ما مفعول المسكن يروح. انا عندي صداع بقاله كام يوم ورجليا، ويعني ضغط عالي ومش عارفه ايه. ربنا المستعان يا رب. الحمد لله على كل حاجه، والله كل حاجه تيجي من عند ربنا. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. اي ابتلاء فربنا اعرف ان ربنا بيحبك، يعني الحمد لله. من اي حاجه حصلت لي في حياتي كنت دايما بقول الحمد لله. لما ربنا بيحب حد بيختبره فبيبتليه. والله العظيم كنت في عز يعني شده ليا وفي تعب جامد جامد، يعني قعد كام سنه معايا كده. فلقيت ربنا كده يعني ايه، وانا بدور في الاحاديث ربنا بعت لي حديث قدسي كده بيقول للملائكه كده ايه، انزلوا صبوا على عبد البلاء. فالملائكه تنزل تصب، يعني ايه، يبتلي البني ادم بتعب بوفاه باي حاجه كده. فالملائكه تطلع يقول لربنا ايه، لقد اسببنا عليه البلاء. ربنا يقول لهم تاني، يأمرهم تاني يقول لهم انزلوا شوفوا هو هيعمل ايه. ينزلوا يشوفوا ان كانوا هيصبر ولا مش هيصبر. يطلع ربنا الملائكة ويقولوا يا رب لقد صبر ايه عبدي. فربنا بيديكوا سبحان الله والحمد لله. نحمد ربنا يا رب على حبه لينا. والإنسان اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، اللي بيتغاضى كده ويمشي والعياذ بالله بقى، فاهم ايه، معيش حياتي وعيش شبابي وعيش كذا. فين الآخرة؟ فين الآخرة؟ والله لما نيجي يعني الواحد يقول لا انا مش هعمل كذا، يعني مثلا هتعملي خير واقول لا، مش فاهمين. يعني مثلا لا هعملها لعيالي، لا لا ما تعمليش كده.
والله ربنا اللي بيرزقك زي ما بيرزق النملة في جحرها. دايما اقول لعيالي ربنا بيرزق النملة في الجحر، ما بالكوا البني ادم. يعني لما تلاقوا حاجة كده والدنيا عطلتكوا والامور الدنيا عطلتكوا، يا الله على الزلزال اللي حصل امبارح النهاردة الساعة 1 بالليل. والله يعني دي اكبر حاجة لينا. خلاص علامات القيامة، خلاص علامات القيامة الكبرى، الحروب والزلازل وغلو الأسعار يعني ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. يا ليتني أعود. الحمد لله والشكر لله على كل حاجة يا رب، الحمد لله والشكر لله على كل حاجة يا رب راضيين بقضائك، راضيين يا رب بكل حاجة. الحمد لله. دايما استغفر ربنا، ودايما ارجعوا ربنا، ارجعوا ربنا. هو هو يعني صراحة هو ده المرجع الأول والأخير. هو خلاص ربنا، ربك اللي خلقك، ربك اللي خلقك. زي ما انت كده بتروح لأمك ولأبوك وبتشتاق له، بالك ربك، ربك على الهدوء، على الهدوء. والله في فترة العمرة هدوء ما بعدها هدوء. يا على يعني الحمد لله، يعني الحمد لله على جبر ربنا ليا، عوضني على كل لحظة تعب وعلى كل لحظة وجع. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله يا رب على كل حاجة بتعملها لي، والحمد لله يا رب على كل ابتلاء، والحمد لله على كل تعب يجي أي حاجة حلوة. والله احنا اللي منا الوحش، والله ربنا ما بيعمل حاجة وحشة. والله والله ربنا كل خير من عنده. والله ربنا حنين قوي 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 على عبده. والله في عز شدتي لما تكوني ربنا يعني الحمد لله اللي بيصبرني، الحمد لله والشكر لله. يلا بينا بقى نبطل الرغي عشان الناس ما تزهقش مننا، ننضف ونروق مطبخنا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. هنروق بقى الحاجة دي ونشوف بقى ننضف السمك، ننقي الرز، نعمل بسلة، نشوف هنعمل ايه. والله بعد ما كنت رحت احط التليفون على الشاحن، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه خير لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حاجات تكرهوها كده وتلاقوها في الاخر خير، ده كلام ربنا برضو في قرآنه. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الناس اللي بتحب السجاير والمخدرات والفلوس الكتير والمشاكل والمصايب، اللهم احفظنا، ربنا يبعدنا عنهم ويهديهم لنفسهم ويبعد عنهم شرهم. دي شر، والله ده شر. ربنا يهديهم لنفسهم يا رب، ويهديني ويهديكم ويقربنا ربنا يا رب، قربنا ليك ويقربنا لحبك يا رب، اللهم امين. يلا نحط تليفوننا على الشاحن ونروق مطبخنا. وهنا روقت حوضي، واخيرا ابو روجي جاب لي بصل، فديت اشوطت كده وهم بيقلعوها من الارض، فنعمل بها البسله. هي حلوه الحمد لله. صفات دي هنقي الرز ونعمل بسله قبل ما نبدا في الزفاره والسمك واللازم. مسحت الخمطي، وهنا كان في كيسين سكر وانا بجيب التموين لقيتهم مقطوعين، فهقول لها لا عادي. والله بيبقى في ناس بيتخانقوا ويقولوا لا او مش عارفه ايه، بتتخانق معاهم وهما بيتخانقوا مع بعض ومش عارفه ايه. فانا لا الحمد لله، ما ده هيتاكل وده مش هيتاكل. نقلتهم كده في كيس اللبن ونسيبهم على الرخامه، عشان دول اللي يتاخدوا الاول، عشان عيالي ما يجيبوش من السكر التاني. دايما لما بيكون معايا فلوس الحمد لله، بدل ما تتصرف لا اجيب مثلا شاي، سمنة، سكر، زيت، طلبات بيتك، تموينك، زي ما احنا بنقول الحاجة الأساسية اللي احنا مش هنستغنى عنها. الله المستعان. نركنهم بقى في جنب بعد ما مسحنا الرخامة، نركنهم. ركناهم بقى نعمل بسلتنا. انا طلعت كيس امبارح من الفريزر نعملها. مش معنى ان احنا بنتخانق ان احنا مثلا مش بنتخانق يبقى احنا خايفين، لا والله ساعات الواحد بيبقى يتنرفز كده واللي بتزعقلي بزعق لها، لان انا ما بحبش حد يزعقلي. انت مين عشان تزعقلي؟ يعني انت بني ادم زيك، فاهمين؟ فدي يعني حاجة مستفزة. نعمل بقى اكلنا عشان الفيديو بتاعنا طول شوية. فاكرين انتوا الفرخة البلد اللي انا كنت عاملاها دي، الشوربة بتاعتها رحت كده جبتها من التلاجة، كنت سايبها شوية. هي جميلة ما شاء الله. الشوربة البلدي ديت الفراخ البلدي او باللحمة انا بعمل عليها طبيخ، انما الفراخ البيضة اللي جاية من المزارع لا، اللي انا مربياها تحت ايدي وعارفة مصدرها، دي اللي عادي بطبخ منها، لان هي بتبقى طبعا متربية في البيت. نسخنها بقى على ما نعمل البصلاية والطماطماية تكون هي سخنت، ناخد منها.
طلعت الطماطم دي هاخد منها للبسلة شوية وهعمل سمك في تخديعة اللي هو البلطي. ايوه، هنشوف مع بعض هنعمل كل حاجة ازاي. الطماطم امبارح في السوق الكيلو ب15 جنيه، انا رايحة بدري، رايحة الساعة 8. الله اعلم بقى بعد كده هترخي ولا ايه. فحاولي الطماطم الطرية هاتيها وارميها في الفريزر لما تكون المحشي للطبيخ تمام. الطماطم الجامدة اللهم صل على النبي، للسلطة تقطع طماطماية. يعني حاولي تظبطي بقى دنيتك، ربنا يرحمنا ويرخيها يا رب، ربنا يرخيها. يعني اغلبه اسعار وزلزال في يوم واحد، ربنا يرحمنا. التليفون بتاعنا فصل. يلا بقى ننضفهم ونعصرهم ونعمل الاكل. وهنا الشوربة كانت غليت طفت عليها، قطعنا بقى البصلاية الحلوة بتاعتنا وحطينا معلقة سمنة وضربنا الطماطم في الخلاط عشان النور لو قطع. نصفر البصلاية صفيرة وننزل عليها بشوية عصير طماطم والباقي نسيبه للسمنة. اكتب طبعا في البصلة عشان ما تتحرقش. مش عاوزاها بقى اللي هي تحمر قوي والكلام دوت. يلا وطي البوتاجاز عشان الحلة دي من نوع الجوانب بتاعتها بتتضيف على طول، بس الحاجة بتطلعها حلوة زي ما هي. نحط بقى عصير الطماطم بتاعنا. خدت شوية اهوت للبسلة، ننزل بقى بالكزبرة الناشفة بتاعتنا، كزبرة توابل يا جماعة مش كزبرة خضرا، وننزل بمعلقة سكر مع معلقة بابريكا. سبت دوت للسمك، يعني قولي كوباية كده او نص كوباية، ممكن ما بعيرتهمش، يعني كوباية. سايبة بقى الطماطمتين الجامدين دول نعملهم سلطة في الأيام الغالية ديت. يبقى سلطة طماطم، كام طماطماية مع خيارية مع فلفلاية، أي حاجة خضرا وحطيها، جزراية، عود خضار كده، أي حاجة خضرا، فلفل ملون، تمام. يلا بينا. خلي بالنا هنحط بقى ايه للبسلة، مكعب مرقة دجاج مع الشوربة. أيوة ساعات بحط مرقة الدجاج وأنا بعمل الفراخ. حطيت بقى بابريكا وحطيت كزبرة ناشفة وحطيت حاجة بسيطة من الملح وحطيت معلقة سكر. ننزل بقى بالبسلة ولما شوية، ويعني نسيبها مع التسبيكة شوية، وشوية بقوم منزلة عليها بالشوربة. طبعا الطماطم دي بصفيها وكل حاجة. هنا بقى نزلت بالبسلة وحطيت شوية شوربة، طبعا قلبتها مع بعض كده مع عصير الطماطم مع التسبيكة بتاعتها وشوية، وقمت مصفية شوية شوربة وقمت نازلة بيها. يلا بينا نغطي عليها، سايبين القلب يبرد عشان نديله القطوطة اللي بره. نقطع الشطة ديت نحطها على البسلة، وعاوزة تحطي شطة حمرا براحتك، انا عاوزة احط شطة خضرا، بلاش شطة حمرا خالص عشان في اطفال. رحت بقى جبت الرز بتاعنا عشان نقعد ننقيه كده في البلكونة جوه حر النهاردة. راح اشرب شوية مية واقعد انقي الرز، وبعد كده يعني بحاول اخلي السمك عشان الزفارة والحوض وكده لاخر حاجة خالص. يا مستعجل عطلك الله. كنت رايحة انقي الرز، حسين قال لي سخني لي العيش، سخنت كذا رغيف عشان ابو روجي وروجي لو حبوا ياكلوا لقمة قبل الغدا. غسلته كده غسلة حلوة، نحط له بقى ملح وزيت ونقلب، وبعد كده ننزل عليه باللبن. نزلت بقى بالزيت والملح وقلبته على الناشف، وبعد كده حطيت له اللبن بتاعه. مش عارفة اللبن المرة دي لبن بقر ولبن جاموس، مش عارفة ايه اللي حصل، يعني ربنا يسترها يا رب، ربنا يرحمنا برحمته. نقلبه بقى، وبعد كده ازود له شوية مية سخنين ونروح نحطه في فرن الغاز. وطبعا في طبق زي دوت بحط شوية زيت كده واحط معلقة سمنة واحطها على ظهر الفرن. حطيت له بقى المية وحطيت السمنة هنا، نروح نحطه في الفرن كده. مش هحط له مية وهو يا دي القطة طلعها بره كده، مش هحط له مية وهو في الفرن. انا كده مظبطه له لبن وميته وكل حاجة. وسمك يعني ايه، سمك يعني بصل. عملت هنا بصلتين حلوين وحطيت له شويه ملح وشويه خل وعصرت عليها ليمونه. هروح احطها بقى في التلاجة. طبعا ما فيش اي حاجه على الحوض، هروح نجيب السمك، ما فيش الا المقص اللي انا هنضف بيه السمك وخلاص كده. نروح بقى اجيب السمك وننضف، واخد طبق البصل الحلو بتاعنا ده نحطه في التلاجة. وهنا جبنا السمك وكنت سايبه الليمون طبعا عشان نحطه في الميه.
وهنا تدابير ربنا برضو فوق كل شيء. كنت رايحة قلت على حسب الفلوس اللي معايا، انا هجيب مثلا كيلو ونص سمك او كيلو سمك، هي 200 جنيه اللي هظبط دنيا السمك. بسأل على السمك يعني خلصان، بتقولي ده صاحي. يدوب السمك بيفتح بقه وبحطله تلج عشان طبعا ايه واخد اكسجين، وتقول لي صاحي. قالت لي الكيلو ب110. اللهم صل على النبي. لقيت حاج قاعد والله بيبيع الكيلو ب85 اهوت. جبت 2. قال لي دول، قلت له اعمل لي يا حاج 2. قال لي دول 2.5 يا بنتي ب200. قلت له تمام سيبهم زي ما هم. عملتهم بقى بالميه ننضفهم تنظيفه حلوه، ونشوف هنطبخ ايه ونعين ايه في الفريزر اهوت. لا دام انا مش هشويه، مش هحوش الراس، الله اكبر الله اعظم. طبعا انا بقليه، عيالي ما بيحبوش السمك المشوي. جبته مره مشوي ما كلوش، بعمله قليه او صينيه اول مره اعمله لهم، فقلت يجربوه فانا عملته كده. نكمل تنظيفها بقى. نضفنا سمكنا وغسلناه كذا غسله حلوه كده، وحطيت فيه ملح وليمون. هسيبه شويه واصفيه، وبعد كده اتبله من قلبه ونعمله بقى مع بعض. هنا غسلت همة السمك دي ما شاء الله 6 سمكات وسط كده. دول ايه يعني بنقي الكبير اعمل مرات، واحدة صغنونة اهم ما تتحسبش. قلت لو روتاج ربنا باعت للقطة رزقها، والله واقفة حواليا تلف حواليا يا حبيبتي اطلعي يا بنتي اطلعي، اكنها فرد من العيلة. هعمل بقى اقليهم الاول، طبعا متبلاهم من جوه ومن بره. هقليهم وبعد كده نعملهم في الصينية. هعمل التسبيكة بتاعت دي الصينية اللي انا بعمل فيها الرنجة او سمك او اي حاجة. اللهم صل على النبي. جبت كذا فص توم، نزلت عليه بالزيت، هنزل عليه بقى هحطه على الولعة شوية على النار. وهيكون انا غسلت قرن الشطة، قرن شطة هادي وحامي، وقرن فلفل هادي. هما واحد حامي وواحد هادي. شوية دقيق. طبعا انا ببقى حاطة عليه كمون وملح وفلفل اسمر وشوية كزبرة. لما بيخلصوا بجيب شوية بشوية. وهنا قطعت الفلفل. ننزل بقى بالعصير الطماطم اللي انا كنت مبقياه من البسلة. نزلنا بالطماطم اللي انا غسلاها اللي انا ضرباها في الخلاط. حطيت بقى ملح وكمون وفلفل اسمر، وحطيت كزبره، وحطيت معلقه سكر عشان الحموضه. علي بقى البوتاجاز ونسيبه كده على ما نقلي السمك. وادي الرز بتاعنا جبناه من الفرن كده خلص، وطفينا الفرن والحمد لله. وهنا عملت الطاسه دي للسمك، وهنطلعنا بقى واحده جديده خالص نقلي فيها البطاطس والحاجه بتاعتنا. هنحط بقى السمك في الدقيق وش وظهر وننزل فيه. بس هنعصر ليمونه طبعا ونرمي القش بتاعها. وهنا انا عصرت ليمونه. كنت قلت هعمل سلطه، بس انا والله خلاص ظهري وجعني قوي وعاوزه اقعد. قلت بقى على ما تسبيكه السمك تعمل اكون انا عملت الطبق دوت. وبرضه على ما اقلي الحاجه هغسل حاجه حواليا من الزفاره من اي حاجه كده. بس هعمل السمك الاول عشان اشطف الحوض بتاعي من اي حاجه زفاره. هنا طبعا بعد اي حاجه عن الحوض شرب كوبايه شاي بروزي والطبق اللي كان فيه سمنه. وجبت طبعا الرز هغطيه بس لما يهدى شويه من السخونه. بقلي والله بتاعت القطه الاول عشان هي جعانه وشامه الحاجه وبتلف حواليا. طبعا انا هقليه الاول وبعد كده هنزل فيه بالصينيه. هاخد واحدتين حلوين كده، بعد كده ايه تمام صوت لها اكلها كده، وبعد كده بنزله تحت الحنفيه برضلها. وعشان طبعا الزيوت والحاجات دي. ربنا يهدي ولادي اللي دول للقطط والله. حتى في رمضان واحنا بنتسحر ربنا بيبعت لنا قطه كده بقينا ناكلها الحمد لله. وهنا عملت 3 سمكات للصلصه و3 سمكات عقليه كده عاديه. وكده يكون خلصنا يا دوب السمك في التسبيك. حاجه بسيطه خالص لان طبعا هو مستوي ما شاء الله. فانا حطيته يعني يجي 5 دقايق كده وقمت طافيه عليه. وادي السمك بتاعنا. وادي الحوض طبعا بصبونه الاول كده وبصفي الحاجات الصفاره مره واحده، وبعد كده اقوم شطفاها واعملها مره تانية بسلكه نظيفه. السلكه دي مخصصه للزفاره للسمنه لاي حاجه زي ما انتوا عارفين. والسلكه التانية يلا بينا نغسل بدل الرغي. لان العيال جاعوا بصراحه يعني وراهم دروس ياكلوا وينزلوا لدروسهم. فرغت لهم الرز لانهم قالوا لي يا ماما احنا هنمشي الدرس، احنا جعانين عاوزين ناكل قبل ما ننزل. شايفين الصينيه من تحت ومن فوق ما شاء الله. ما فيش تسلم ايدك يا مروجي. يلا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس واختار الكل، ودعوه حلوه من كل اهلنا في فلسطين واخواتنا وحبايبنا
ربنا ينصرهم على من يعاديهم يا رب. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. ربنا يشفي مرضى الفلسطينيين ويرحم شهدائهم يا رب. ربنا يشفي كل مريض، ودعوة حلوة منكم لينا وليكم منا بالمثل. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنجيب السمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل حاجة بفضل ربنا، نحمد ربنا على نعمته وعلى ستره، والحمد لله. ربنا يتم الستر علينا، اللهم امين. ده طبعا السمك بعد قليته، انتوا شفتوا معايا كل حاجة. البسلة بتاعتنا. يلا نقول لكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.